في 2004 دخل مدير المخابرات العامة اللواء عمر سليمان على الرئيس محمد حسني مبارك وقال له: يا فندم، وزير الشباب والرياضة علي الدين هلال قال لي ان في مسؤول كبير في الفيفا قال له ان مصر لو دفعت 7 مليون دولار تضمن اللي هي هتنظم كاس العالم في 2010. الرئيس محمد حسني مبارك لما سمع الكلام ده بص باستغراب ورد رد مفاجئ. عايز تعرف ايه رد الرئيس حسني مبارك؟ طب السؤال التاني، هل قطر فعلا وامير قطر دفعوا رشاوي عشان ينظموا كاس العالم اللي بيتلعب حاليا ولا لا؟ انا جرجس فكري بتاع سياسه. وزير الشباب والرياضه في عهد الرئيس محمد حسني مبارك علي الدين هلال ان فعلا في 2004 مصر قدمت ملف قوي جدا عشان تنظم فعاليات كاس العالم في 2010، لكن اللي حصل والمفاجاه اللي حصلت هو كان متوقعه، لان مصر وقتها ما خدتش ولا صوت من اصوات مسؤولي الفيفا اللي صوتوا للدول اللي قدمت ملفات عشان تنظم كاس العالم، واللي فاز فيها جنوب افريقيا، وكان منافسه شرسه جدا مع المغرب. وبيقول علي الدين هلال: انا كنت متوقع الصفر ده، وكان الرئيس مبارك ما اتفاجئش ولا حاجه، لان في مسؤول من الفيفا كلموا اللواء الدهشوري حرب رئيس اتحاد الكره وقتها وطلبوا منه بصراحه رشوه عشان مصر تنظم كاس العالم. ومسؤول الفيفا ده هو كان جاك وورنر اللي طلب من اللواء الدهشوري حرب فلوس ومبلغ كبير جدا عشان مصر تنظم كاس العالم. وبيقول علي الدين هلال ان اللواء الدهشوري حرب راح قعد مع وورنر في الامارات وطلب منه وورنر ان عشان مصر تنظم كاس العالم كل صوت هيجيبه له ويصوت لمصر هياخد $1,000,000. وفعلا رجع الدهشوري من الامارات وكان معاه العرض ده وقال علي الدين هلال. بيقول علي الدين هلال ان فعلا قابل اللواء عمر سليمان مدير المخابرات العامه وقتها وقال له ان العرض ده هيضمن ان مصر تنظم كاس العالم. وفعلا عمر سليمان قال له: اديني فرصه ارجع للرئيس مبارك واقول لك رد. وفعلا اللواء عمر سليمان رجع لعلي الدين هلال وقال له: الرئيس مبارك لما عرف الكلام ده اتضايق جدا وقال له: ادفع رشاوي؟ ادفع 7 مليون دولار رشوه؟ ادفع الفلوس دي كلها عشان انظم بطوله كره قدم؟ لا، الناس اولى بالفلوس دي. تفاصيل لقاء طلب الرشوه من مصر اتكلم عنها اللواء الدهشوري حرب رئيس اتحاد الكوره، وقال بالتفصيل ان هو مره كان بيحضر جمعيه عموميه للفيفا وكان معاه المهندس هاني ابو ريده، وفجاه لقى مدير المكتب التنفيذي وورنر بيقول له ان هو عايزهم في امر ضروري لكن يتقابلوا في الامارات. وفعلا اللواء الدهشوري بيقول ان انا رحت مع هاني ابو ريده قابلناه في الامارات وكنت فاكر ان هو بيقول لنا ازاي يساعد مصر، ولما قابلناه قال لنا ان هو قادر يساعد مصر في ملف كاس العالم وانه كمان ممكن يجيب 16 صوت من اوروبا وده مقابل 7 مليون دولار. اللواء الدهشوري حرب قال له وقتها: ارجع للمسؤولين عشان اخد قرار زي ده لان ده قرار محتاج الرئيس نفسه يوافق عليه. وفعلا عرض اللواء الدهشوري زي ما قلت لك العرض ده على هاني ابو ريده اللي رجع للواء عمر سليمان وبلغه ان الرئيس رافض العرض ده، لكن الغريب ان المهندس هاني ابو ريده نفسه قال كلام مختلف في شهادته. قال هاني ابو ريده ان الكلام ده مش صح وان مصر خسرت لان مصر ما عدتش ملف محترف، لان الفيفا وقتها قالت ان مصر بلد غير مهيئه لكاس العالم، لان المسؤولين عن الملف ده اهتموا بالراي العام المصري اكتر من الراي العام بره، وده فعلا اللي اكدته الفيفا. الفيفا قالت ان الملف المصري كان ملف قوي جدا وباين ان في حماس من الدوله وحماس جماهيري، لكن وقت ما عملنا معاينه لقينا الكلام على الورق غير الكلام على الحقيقه. المعاينه اكتشفت ان في مشكله في البنيه التحتيه للرياضه في الاستادات وفي الطرق. والمناسبه بعد فضيحه صفر المونديال خرج الجهاز المركزي للمحاسبات بتقرير عمل مفاجاه كبيره جدا. التقرير بيقول ان في 43 مليون جنيه اتصرفوا في الملف ده، وان رغم ضخامه المبلغ ده وقتها مصر فشلت انها تحصل على اي صوت وبقت فضيحه صفر المونديال. لكن الراي العام بيقول ايه؟ هل فعلا الفيفا كان طلبت رشاوي عشان تنظم مصر كاس العالم وبالتالي طبعا قطر نظمت كاس العالم مقابل رشاوي؟ بيرد على السؤال ده الكاتب ديفيد كوين في كتابه سقوط الفيفا: المال والسلطه والفساد، وبيقول فعلا ملفات تنظيم كاس العالم كان فعلا ملفات فيها رشاوي. ده من خلال تحقيقات اعترف فيها مسؤول الفيفا تشاك بلازر وقال بالحرف ان من سنه 2004 ل 2010 اخذ مسؤول الفيفا رشاوي مقابل تنظيم كاس العالم في كل دوله نظمت كاس العالم في الفتره دي. يعني من الاخر جنوب افريقيا دفعت رشاوي عشان تنظم كاس العالم، وان جنوب افريقيا دفعت 10 مليون دولار في شكل مساعدات وانها تعمل مشروع للكره الافريقيه، لكن على ارض الواقع مفيش اي مشروع. لكن طبعا جنوب افريقيا نفت ان هي دفعت رشاوي وقالت ان المبلغ ده كان هدفه دعم الكره الافريقيه وان ده مش رشوه ولا حاجه. كمان الكتاب بيجاوب
بيجاوب على سؤال مهم: هل قطر دفعت رشاوي مقابل تنظيم كاس العالم؟ بيرد الكتاب وبيقول ان فعلا الشيخ تميم لما وصل وحكم قطر كان مهتم جدا ان هو يستثمر في الرياضه، لدرجه ان هو اشترى باريس سان جيرمان، وده نادي فرنسي كبير جدا. وكان قطر مهتميه جدا ان هي تخترق المجال الرياضي، مجال الرياضي العالمي، وفضل عندهم حلم ان هم ينظموا كاس العالم. ومقابل الحلم ده دفعوا رشاوي كتير جدا. يعني مثلا رئيس اللجنه الماليه في اتحاد كره القدم الاوروبيه عمل صفقه مشبوهه. الصفقه دي تتضمن ان هو يبيع اراضي لجهاز قطر الاستثماري بقيمه 23 مليون يورو. وطبعا لما اتسال في التحقيقات قال لهم الصفقه دي ملهاش دعوه بتنظيم كاس العالم. وكمان الكتاب بيقول ان جاك وورنر اللي طلب من مصر رشاوي عشان تنظم كاس العالم اخذ رشاوي من قطر بقيمه 2 مليون يورو. كانت الرشاوي دي بيلعب دور فيها محمد بن همام رئيس الاتحاد الاسيوي، وده لعب دور كبير جدا في ملف كاس العالم اللي بتستضيفه قطر. لو عايزين نتكلم عن الموضوع ده بالتفصيل قولوا لنا في التعليقات. في نهايه الفيديو، هل انت شايف ان رئيس مبارك كان على حق ان هو يرفض يدفع فلوس زي ما كله بيدفع فلوس عشان ينظم كاس العالم ولا لا؟ شاركونا برايكم في التعليقات، ولو عجبك الفيديو لايك وشير، وتابعونا صفحتنا على الفيسبوك وقناتنا على اليوتيوب وقناتنا على التيك توك.